ازيكم؟ من اكتر العدسات اللي اي مصور فينا بيحتاجها هي العدسه الجنرال اللي شغاله معاك في اي مجال، في الويدنج شغاله، في الفاشن شغاله، في البرودكت شغاله. في الفيديو ده هنتكلم عن واحده من العدسات دي وهي عدسه من شركه سيجما 2870 لكاميرات سوني. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هتكلم عليها هي شكل وبيلد كواليتي العدسه. العدسه صغيره جدا عكس العدسات اللي تقريبا في نفس الرينج زي العدسه ال 2470. الاحجام مختلفه جدا، مع العلم طبعا ان فتحه العدسه واحده، هنا 2.8 وهنا فتحه 2.8، ولكن ستيل العدسه دي محافظه على ادائها الكويس جدا ونقاء صورها. هيكل العدسه مصنوع من البولي كربون، وده اللي مخلي العدسه خفيفه جدا الى حد ما، وزنها تقريبا 470 جرام، فده وزن خفيف على رينج 2870 2.8. وكمان العدسه مقاومه للغبار ورذاذ الماء، فاعيش بقى وصور في اي حته. من الاخر التصميم ما فيهوش اي اختراعات، هو عامل زي اي تصميم عدسه زوم زي ال 2470 مع الاختلاف البعد البؤري. كلنا طبعا غالبا جربنا الرينج اللي هو ال 2470 في اي عدسه في اي براند، وعارفين ان ال 24 هو مش وايد قوي، ولكن احنا بنعتبره الوايد الستاندرد بتاعنا. فما بالك بقى العدسه دي 28، فهي اكبر 4 مللي عن الطبيعي اللي احنا متعودين عليه ال 24. فلو انت مثلا مصور لاندسكيب او بتحب التصوير الوايد، ممكن تلاقي الموضوع ده رخم شويه، لان انت غالبا كنت بتنازل اصلا في ان انت تشتغل بعدسه 24. كان يا دوبك يعني لو هتصور جروب شوت او حاجه بيبقى الموضوع ليميتد شويه، فما تتوقعش من رينج ال 28 ان هو يبقى وايد قوي زي ما انت متخيل، خصوصا لو مجالك بيعتمد على الفوكال لينث الوايد بشكل كبير. هي هتديك غرض الصور الوايد، ولكن مش بالشكل اللي انت متخيله. وعلى فكره ما تستهونش ان هي اكبر 4 مللي بس، هتحس برضو بالفرق في الرينج. على فكره فتحه العدسه زي ما قلنا هي 2.8، دي اوسع فتحه عدسه، واضيق فتحه عدسه هي 22 يعني. واداء الصور برضو على فتحه عدسه 2.8 ممتاز، ما فيهوش اي مشاكل. الشاربنس حلو قوي فيها، ولكن هتقابلك مشكله بسيطه في حواف الصوره. حواف الصوره هنا على فتحه 2.8 مش بتكون شارب قوي، هتضطر تقفل شويه لغايه مثلا 4 او 5.6 عشان تلاقي ان الصوره بتاعتك كلها شارب، بس الحاجات طبعا مش ملحوظه بشكل كبير. عزل العدسه ممتاز جدا، خصوصا لو بتصور على فوكال لينث 70 مع فتحه عدسه 2.8، تلاقي عزل قوي جدا، وكمان بوكيه ممتاز. مقاس الفلتر بتاع العدسه هو 67 مللي، وخلينا عارفين ان كل ما الفلتر مقاسه كبر، وطبعا بتكلم على الفلترز البراند مش حاجات الصين اللي احنا ساعات بنشتريها دي، كل ما مقاس الفلتر كبر كل ما بقى اغلى. فمقاس الفلتر هنا هو 67 عشان لو عايز تشتري فلتر للعدسه بتاعتك. فوكس بتاع العدسه ممتاز وسريع، وبيجي بمينيمم ديستانس 7.5 انش، وده مينيمم ديستانس قليل. في بعض الصور لو انت بتصور حاجات صغيره ومقرب منها، الناس اللي هتتفرج على الصوره هتحس ان انت اصلا مصور بماكرو، لان المينيمم فوكس ديستانس بتاعها قليل. خلينا عارفين ان سرعه العدسه ال 2470 في الفوكس اسرع من 2870. هو الفروقات بتبقى اجزاء من الثانيه، بس ستيل الفوكس سريع. هتقابلك برضو المشكلتين اللي انت لو اتفرجت على الريفيوز بتاعت العدسات اللي قبل كده هتلاقيهم في نفس العدسات. هو تقريبا كل العدسات بتاعت سيجما فيها مشكلتين دول. اول حاجه اللينس كاليبريشن، هتحتاج كل فتره تعمل لينس كاليبريشن، وهو عباره عن العدسه بتركب على جهاز اسمه دوك، بيتعمل لها زي سوفت وير كده بالبلدي يعني، وبترجع شارب جدا عدسه وممتازه مفيش اي مشكله، ودي حاجه صحيه يعني مش حاجه وحشه. تاني حاجه الكروماتيك ابريشن، واتكلمنا عليها قبل كده، ان هو عباره عن لاين لونه ماجنتا او لونه اخضر بيكون في الحواف مع الصور الهاي كونترست، وده حله بكل بساطه لما بتدخل الصوره بتاعتك على برامج اديت زي اللايت روم والفوتوشوب، بتعمل حاجه اسمها ريموف كروماتيك ابريشن، والحاجات دي بتتشال في ثانيه. فهي ما تعتبرش مشاكل وعيوب قوي في العدسه. سعر العدسه حاليا تقريبا في رينج $800، فهي مش غاليه قوي ومش رخيصه قوي، ولكن لو انت بتدور على عدسه جنرال تنفع معاك في كل المجالات التصوير، والرينج بتاعها محترم 2870، وفتحه العدسه بتاعتها 2.8، فالعدسه دي تستحق ان انت تجربها، وفي الاخر قرار ليك اذا كنت هتشتري او لا. بس كده، ده كان كل ريفيو عن العدسه 2870 من شركه سيجما لكاميرات سوني. اتمنى اكون لميت اكبر كم من المعلومات عشان تقدر تستفاد، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.